اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل سنة وحضراتكم طيبين. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي فيديو جديد. فطرنا النهاردة أول يوم رمضان. هبتدي معاكم الفيديو كده من الصبح، يعني كده صليت الظهر وبدأت ان انا ادخل المطبخ. بعمل معاكم العصير اهو، وهنكمل بقية اليوم نشوفه ماشي ازاي. تمام. حطيت شوية خروب كده مع معلقتين سكر واديتهم تقليبة كده على النار ونزلت عليهم بالمية. تمام. ودوت ماء ورد او مية زهر زي ما بتحب تقول عليها. هنزل بنقطتين بس كده، بيدي طعم وريحة للخروب حلو قوي. وهعمل كمان خشاف او بلح. في ناس بتحب تعمل البلح باللبن وكده، بس احنا بنحب يعني نعمله بالمية عادي. فقطعت كده القراصية والمشمشية والتين واديتهم شطفة كده هما والبلح، وهنزل عليهم بس بالمية والسكر وخلاص كده. تمام. كده خلصت من العصير بقى، قبل ما احط ايدي بقى في البصل وفي الاكل وكده، فقلت اخلصهم كده ويكونوا عدوا من عليا. تمام. وادي الخروب كمان سبته كمان يهدى شوية اهو، وهحليه وهحطه برضو شوية يهدى كده، وهدخلهم التلاجة بعد شوية. تمام. يلا بقى نجيب البطة بتاعتنا. انا فرمت معايا بصلاية بطماطمية، وهنزل بملح وفلفل، وهدعكهم كويس كده، وهمسك البطة ادعكها من بره ومن جوه. تمام. وهسيبها شوية كده تاخد من التتبيلة دي، وبعدين هسلقها عادي خالص زي ما بنسلق اي طيور. ماشي يا بنات. بس اهم حاجة زي ما بعمل كده، يعني بعمل مساج للبطة كده بالتتبيلة دي، بتخلي طعمها حلو قوي، بتخلي الشوربة بتاعتها تحفة. تمام. بس سبتها جنبي كده بقى في التتبيلة بتاعتها ديت، وهعمل ايه دلوقتي؟ هعصج ربع لحمة، هعمل صينية رقاق معاكم. فمعايا بصلاية مفرومة بقرن فلفل، وهديهم تشويحة بس كده، مش هخلي البصل ياخد لون، تشويحة بس كده، وهنزل عليهم باللحمة. تمام. بس يا بنات، وهقلب كويس كده. والبهارات بتاعتي عبارة عن ايه؟ ملح وفلفل ورشة قرفة وورقتين لوري. حابة تحطي جوز الطيب ماشي، مش حابة يعني احنا مش بنحبها في الاكل كتير، فانا بستكفى بكده بس. وهنا بقى معايا بعمل الشوربة بتاعة البطة. هحط بصلاية وطماطمية كده وملح وفلفل وورقتين لوري. تمام. و... وكمان لو حابة تحطي، اسمه ايه ده؟ نسيت اسمه. حبهان. تمام. حطيت فصين حبهان كده، وهسيبها بقى جنبي كده على النار، على نار عالية شوية، تاخد غلوة كده، وبعدين اوطي عليها براحتها خالص، مش مستعجلة عليها. وبعمل ايه دلوقتي يا بنات؟ بعمل الخلطة بتاعة المحشي. تمام. المحشي بيحب البصل كتير، وعشان يعني تاكلي المحشي وانتي مرتاحة كده، ما يبقاش تقيل عليكي، زودي الخضار بتاعه. يعني قللي في كمية الرز وزودي الخضار، زودي في الخضرة وزودي في البصل. تمام. فانا معايا بصلايه كبيره بقرن فلفل فرماهم كده، ونزلت شوحتهم، ونزلت عليهم بمعلقه صلصه، قلبتها كويس عشان خاطر الماده الدهنيه بتاعتها، وبس. ونزلت بعصير الطماطم. تمام. ايه اللي حطيتها في الشوربه دي؟ نص ليمونه. بتبقي متاكده ان مفيش زفاره في البطه خالص، وبتدي طعم تحفه ليها وللشوربه بصراحه. حطيت ايه في الصلصه بتاعه المحشي؟ حطيت ملح وفلفل ورشه قرفه وشوية نعناع ناشف، ونزلت دلوقتي بحبة خضرة من بتاعة المحشي مع الصلصة، تاخد غلوة كده وتتسبك كويس. يعني انا مش بحب اسبك صلصة المحشي يعني جامد يا بنات، يعني غلوة كده وبطفي عليها. معايا بقى الرز، انا مزودة كمية الرز شوية عشان هعمل الممبار دوت احشيه. هناخد منه يعني كام صباع كده للفطار النهاردة، والباقي هخليه جاهز في التلاجة، يعني جنب اي اكل حابة اطلع صباعين كده احمرهم، بطلعهم يعني بفكهم وبحمرهم عادي خالص. تمام. بنقص بس الخلطة اللي هحشي بيها الممبار في طبق لوحدها، عشان خاطر ما بهدلش بقية الرز، يعني عشان معايا لسه ورق عنب وكرنب. هعمل برضو طبق كده ايه، يبقى الرز نضيف، يبقى الرز بتاعه نضيف، ما يبقاش جدي عليه ممبار. فزي ما بوريكم كده، وبقول السمك بتاعها بيبقى بسيط خالص. بصي سمكها بيبقى عامل ازاي، ما بزودش الرز عشان ما يفرقعش مني في الشرب. تمام. هعمل معاكم كده كمان واحدة. بصوا انا اللي بيسهل عليا الموضوع القمع بتاع الازازة ده.
بجد يا بنات بصوا بيخليني اخلص يعني كمية كبيرة في اقل وقت. تمام، بيسهل عليا الدنيا خالص. بس يا بنات عملت كل الكمية ونزلتها، عملت لها شوربة عادي خالص زي ما بعمل للفراخ او لاي حاجة، وسبتها تغلي ونزلت بالممبار بتاعي كده فيها. بصوا بوريكم بيقفل من الجنبين كده وما بينزلش رز ولا اي حاجة في الشوربة. تمام. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هعمل صينية الرقاق. بص عشان ما احطش سمنة في كل الطبقات، باخد حتة سمنة بحطها في الشوربة وهي سخنة كده، وبجيب الصينية بتاعتي بدهنها من تحت وبس بقى. بحط الرقاق في الشوربة وبعمل طبقات، 3 طبقات من تحت و3 طبقات من فوق، وبينهم اللحمة وخلاص. ماشي يا بنات، انا عايزاكي طول ما انتي واقفة، يعني احنا ربنا يعيننا ويقوينا بنفضل طول النهار واقفين في المطبخ، احتسبي كل اللي بتعمليه دوت، احتسبي الاجر ده كله عند ربنا، بنية ان انتي بتفطري صايم، بتعملي الاكل لولادك، يعني عشان ما تحسيش بالضغطة اللي احنا بنبقى فيها دي وشدة الاعصاب اللي بنبقى فيها، احتسبي الاجر ده عند ربنا. تمام، وربنا يعيننا ويقوينا يا رب ونعمل لولادنا الحلو كله. ماشي يا بنات، كده عملت 3 طبقات من تحت اهو، وهنزل بينهم باللحمة اللي انا عصقتها، وبعمل 3 زيهم فوق. طبعا الشعب المصري كله عامل النهاردة الفطار كده، البط والمحشي. ربنا يوسع علينا جميعا يا رب ويجعل بيوتنا كلها عمرانة بالخير. ماشي يا بنات، بس كده يا بنات خلصت كده ال3 طبقات اللي قلتلكوا عليهم، وبقطعه بقى قبل ما بيدخل الفرن التقطيعة اللي انت عايزاها خالص. انا هقطعها عشان الصينية معايا مستطيلة، هقطعها مربعات. تمام، بس وهنزل من على الوش بقى كده ببقية كمية السمنة اللي معايا دي، يعني معلقة سمنة مسيحاها كده، وبنزل عليها برضو بالوش. في الوقت ده كنت مولعة الفرن من تحت، ودهنت البطة بمعلقة عسل بكاتشب او بصلصة، ولعت الفرن وحطيتها مع نفسها كده تحمر كويس، لانك لو حطيتها تحت الشواية هتاخد لون من فوق بس، وبقية البطة هتبقى ايه، مش يعني لونها مش احسن حاجة. بس يا بنات ادي فطارنا جاهز الحمد لله، وادي البطة متحمرة حلو قوي، والممبار حمرته. تمام، والرقاق كمان معايا اهو، والعصير بتاعنا والمخلل والسلطة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ومتنسيش بلايك وكومنت، امر منك يشجعني.